الكلام اللي هقوله دلوقتي مش كلام واخداه من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ده كلام من شهود عيان كانوا موجودين وقت الحادثه. اتواصلت معاهم بنفسي وعرفت منهم كل التفاصيل اللي هحكيها لكم دلوقتي. امبارح في جامعه الزقازيق تحديدا كليه علوم كان يوم عادي جدا زي اي يوم، طلبه رايحين جايين، دكاتره، اساتذه، ناس بتحضر امتحانات وناس بتاخد محاضراتها. لكن الساعه 2 الظهر الطلبه في انحاء الكليه سمعوا صوت صراخ وحاجه بتهبط جامد في الارض كأن حاجه انفجرت، وطلعوا علشان يشوفوا في ايه. لقوا زميله ليهم اسمها روان ناصر في سنه رابعه كليه علوم واقعه من الدور الخامس وسايحه في دمها. طبعا بعض الطلبه جات لهم حاله انهيار وما كانوش مصدقين المشهد اللي شايفيه. بعض زمايلها حاولوا يساعدوها، اللي حاول يقيس النبض واللي حاول يوقف النزيف واللي حاول يصرخ باعلى صوت ويقول يا جماعه اطلبوا اسعاف. كان الغريب والابشع بالنسبه لي هو موقف الدكاتره وبعض المسؤولين بما فيهم عميد الكليه، اللي زمايلها قالوا كانوا باردين جدا. كان في حاجه غلط يا ايه، كانهم بيشوفوا المشهد ده كل يوم. زمايلها بيقولوا الغريب بالنسبه لنا يا ايه ان كان كل هم الدكاتره والمسؤولين اللي موجودين انهم يمسحوا الدم من على الارض. واحده بتموت قدامكم وبتصارع الموت، كل همكم انكم تمسحوا الدم. مش بس كده، كمان طلعت معيده كانت بتراقب على لجنه فيها امتحان، قالت للطلبه ادخلوا جوه مستقبلكم اهم، وخدتهم ودخلت وقفلت الباب من غير حتى ما تعرف هم طلبوا اسعاف ولا لا. مستقبل ايه ده يا انتي؟ ما انا مش هقول لك يا دكتور ولا يا استاذه، عشان لو خدتي اكبر شهاده في العالم فانت بدون رحمه ولا انسانيه ما تسويش اي شيء. مستقبل ايه ده اللي ما فيهوش انسانيه؟ لو ما حركتكيش منظر بني ادمه سايحه في دمها بتصارع الموت وكل ثانيه هتفرق في حياتها، ايه هيحركك؟ تخيلوا طالبه بتقع من الدور الخامس بتنزف محتاجه اسعاف، محتاجه حد ينقذها، كل اللي حواليها واقفين يتفرجوا، واقفين يبصوا على المشهد كانه فيلم سينما. حتى زمايلها اللي كان بيحاول يقرب منها علشان يوقف النزيف او حتى يقيس لها النبض كانوا الدكاتره بيمنعوه. زمايلها في الجامعه منهارين ومش عارفين يتصرفوا وعمالين يقولوا اطلبوا الاسعاف، حد يطلب الاسعاف. يرد الدكاتره والمسؤولين اللي كانوا موجودين اطلبوا انتوا الاسعاف، مع ان مكالمه واحده بس من عميد الكليه كانت هتجيب عربيه الاسعاف في 50 ثانيه. الفرق ما بين الكليه وما بين مستشفى الجامعه دقيقه، الفرق ما بين الكليه وما بين مستشفى هناك اسمها صدنايه 3 دقايق. ما بتطلبوش الاسعاف ليه؟ بعد نص ساعه من وقوع روان تيجي عربيه الاسعاف، وهنا بقى نقابل المصيبه الاكبر. عربيه الاسعاف توصل بالسواق بس بدون مسعفين. امال مين اللي هيشيل البنت ومين هيسعفها لحد ما توصل المستشفى؟ وفين الاسعافات الاوليه سواء في الكليه او في عربيه الاسعاف؟ اللي شال روان وحطها في عربيه الاسعاف زمايلها في الجامعه. زمايل روان بيقولوا انها بعد ما ركبت عربيه الاسعاف وراحت المستشفى كان كل هم الدكاتره اللي موجودين والمسؤولين بما فيهم عميد الكليه انهم يمسحوا الدم من على الارض. وعميد الكليه قال كده بالنص: امسحوا القرف ده على دم البنت. تفتكروا بقى الموضوع خلص لحد هنا ولحقوا روان؟ لا خالص والله، عشان نقابل مصيبه رابعه بقى. لما راحت المستشفى رفضت تستلمها او تدخلها او تعمل لها اي اسعافات اوليه غير لما يقطعوا تذكره الاول. وبعد زمايلها ما قطعوا تذكره رفضت تستلمها برضه عشان ما فيش اثبات هويه. ومن نص ساعه عشان عربيه